هاي. طالما عجبكم قوي فكرة ان انا اوريكم الكتب اللي اشتريتها من معرض الكتاب، كانت شيرين على الانستجرام طلبت مني ان انا اقول لكم ايه الكتب الانجليش اللي عندي. انا لقيت كام واحدة، مش عارفة الباقي راحوا فين، بس يعني اللي لقيته هشارك معاكم. اول حاجة عندنا The Art of Storytelling. ده جون واش ده حد بيكتب كتب، آه، او بيحكي حواديت بقاله سنين. هو الفوكس بتاعه اكتر على حواديت، هو كان بيحكي اكتر في تشيرش. هو من الناس اللي بتروح تشيرش بتستخدم الحكي في ان هو يتكلم عن الدين المسيحي وكده. بس الاكسبيرينس بتاعته لا تقل اهميه عن، او هي مهمه جدا، مش لا تقل، هي مهمه جدا الاكسبيرينس بتاعته. وحتى البرسبكتيف بتاع التشيرش، انا اي حد برضو بيبريتش في الكنيسه او كده، الكتاب ده هيبقى منجم بالنسبه له. وبعدين عندي ده انا لسه بقرا فيه ذا ساينس اوف ستوري تيلينج. برضه كتاب ظريف جدا، لسه في اوله بصراحه، لسه ب... بتلمس خطايا فيه. ده برضه ظريف جدا، هو بيفوكس اكتر على الكتابه، ستوري تيلينج، ريتن ستوري تيلينج، بس still الكلام اللي فيه فيري افكتيف. وبعدين عندي ده ده ستوري تيلرز واي. ده كتاب بيسموها ايه، عبقري يعني، لأي حد عايز يتعلم يحكي. اللي عاملاه سو هامilton، هولينجورث قصدي، انا بتلخبط دايما في اسمها. سو هولينجورث. سو دي اللي انا كلمتها من مش عارفه كام سنه، كتير قوي، لما كنت بدور عايز اتعلم احكي. هي كانت من الناس المؤسسين او اللي بيعلموا في The International School of Storytelling. دي كانت بتصبح عليكم. ف هي عامله الكتاب ده منجم لاي حد عايز يتعلم الحكي. وانا كتير قوي من الحاجات اللي بعملها في التريننجز بتاعتي واخداها من الكتاب ده. وبعدين في بقى ده تحفه بقى. معلش التليفون فاصل، فبقول لكم الكتاب ده منجم لاي حد عايز يتعرف على الحكي، يعني كل انواع الحكي، الفوك ستوري تيلينجز، الريليجيوس ستوري تيلينج، كل انواع الريليجن، الحكي. ف interesting. عندي كتاب تاني برضو، مش عارفه ليه مش لاقيه، المهم انيز. وعندي الكتاب ده، زيكا حبيبي، عايزه اعمل فيديو. ده جرايدز، دول في افريقيا لسه محتفظين بالفن الحكي زي ما كان بيتحكي زمان. فجرايز ده عامل زي بتاع الربابة عندنا كده، بس هما الفن ده لسه حي جدا عندهم، فده جرايز. وبعدين بقى اخر فيديوهات، اخر بقى كتب جبتها لسه جايين طازة قريب. وهي كان في امريكا وجابهم لي. بصوا بقى، story or die. هو ده بيتكلم على انه we have to tell الانفورميشن عندنا ب storytelling style. وبعدين بيتكلم بقى على الساينس behind storytelling. فبس ده لسه جاي لي نوفي. وبعدين ده narrative coaching. ده برضو بيتكلم على ازاي كوتش الناس عشان يطلعوا الناريتيف بتاعهم. وبعدين اخر حاجه جبتها، بس للاسف جبت منها 2 بالغلط. متضايقه من نفسي قوي قوي يعني، كان ممكن اجيب كتاب رابع يعني. بس anyways يعني، ستوريز ذا ستيك ده برضو تحفه. ده برضو بصوا هوريكم اقول لكم على الفهرس بتاعه. بصوا بقى، The Irresistible Power of Storytelling. وبعدين the 4 essential stories, the tales every business needs to tell. وبعدين create your story, finding, creating and telling your story. وفي الآخر conclusion, happily ever after is just the beginning. I love it. I love it. ده كان فصل تاني، أنا ما عنديش ستورج عشان بسجل حاجة رمضان، فالتليفون بتاعي بيعيط. سجل الكامبين الجديدة بتاعت رمضان، فالتليفون مش طايقني. anyways, by the way، لو حد، انا عندي ده طبعا جبت منه 2 copies، فلو حد interested يشتري مني الكتاب ده بليز اشتروه عشان هو مش رخيص بصراحة. فلو اي حد تعرفوا، اي حد interested ان هو ياخد مني ده extra copy. هو انا لسه جاي من امريكا من اقل من اسبوع يعني. بس
حد عنده أي اقتراحات لكتب تانية اكتبوا لي. يلا أشوفكم المرة الجاية، سلام.